السلام عليكم. السعودية والبوسنة. قد يتساءل الواحد منا أي خبر سيكون مهما حين تكون البوسنة، وهي دولة كانت منضمة في السابق للاتحاد اليوغوسلافي واستقلت بالإضافة إلى مجموعة من الدول الأخرى مثل كرواتيا والجبل الأسود وسلوفينيا ومقدونيا وغيرها من الدول. قد يتساءل المرء ما علاقة خبر مهم بدولة مثل البوسنة، لكن الحقيقة أن هذه الدولة تمتلك إرثا عسكريا صناعيا من الاتحاد اليوغوسلافي السابق، وكلنا نعرف قوة أوروبا الشرقية في الصناعة العسكرية. لكن بالنسبة لنا نحن ما يهمنا هو ماذا ستستفيد المملكة العربية السعودية من دولة البوسنة. إليكم هذا الخبر. المملكة العربية السعودية وقعت صفقة مثالية مع البوسنة لصناعة الفيوزات الميكانيكية للذخائر الحربية عيار 155 ملم و105 ملم، وكذلك قذائف الحوض. عزيزي المشاهد، ربما تتساءل ما أهمية صناعة هذه الفيوزات أو هذه الذخائر محليا. أولا، هذه الصفقة أعطت للمملكة العربية السعودية الحق في الحصول على تقنيات صناعة تلك الفيوزات داخل المملكة، وتلك الفيوزات أساسية وهامة جدا في صناعة الذخائر. ونحن نعلم جيدا أن أغلب الدول الآن في العالم تتردد كثيرا فيما يخص نقل التقنيات، بل وتضع الكثير والكثير من العراقيل، خصوصا الدول الكبرى أمريكا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، الدول المصنعة عموما. لكن دول أوروبا الشرقية والدول الأسيوية لديها نوع ما من التساهل في هذا الموضوع، والمملكة لا يخفى عليها هذا الأمر. لذلك سيكون من الآن فصاعدا التركيز على دول الاتحاد السوفيتي السابق أو حتى الاتحاد اليوغوسلافي السابق خطوة مهمة نحو بناء المنظومة العسكرية الصناعية. كلنا نتذكر الزيارة السامية للأمير محمد بن سلمان مع الرئيس السيسي لمعرض الدفاع العالمي، ليس لهذا العام بل للعام الماضي، وحينها تم تدشين شركة لصناعة الذخائر أو ما يعرف في السعودية بالمجمع الصناعي للذخائر، والذي سيقوم بإنتاج جميع أنواع الذخائر الثقيلة والخفيفة وأيضا المتوسطة. لكن اليوم هذا الخبر مهم من عدة نواحي. الناحية الأولى أن هذه الصفقة يمكن أن نقول بأنها تمت بثمن بخس، حيث أن مجموع هذه الصفقة يقدر بحوالي 16.1 مليون ريال وليس حتى مليون دولار. الأمر الثاني هو توطين التقنية في المملكة وإتمام جاهزية خط الإنتاج، ومدة العقد سنة واحدة، أي أنه بعد سنة إن شاء الله سنرى الإنتاج داخل المملكة العربية السعودية قد بلغ ذروته، يعني بعد سنة واحدة سيكون الإنتاج الفعلي قد بدأ داخل المملكة. ونلاحظ هنا أن المملكة في هذه الأيام تركز كثيرا على الذخائر. لماذا؟ حتى لا يكون هناك أي نقص مستقبلا في هذه الذخائر لا قدر الله في حالة حدوث أي حرب. ونحن نعلم جيدا أهمية أن يكون لديك خط إنتاج متواصل حتى لا تكون مضطرا إلى الاستيراد أو يتوقف مصير الحرب على دولة أخرى قد تنقلب عليك في أي لحظة، كما حدث الأمر بالنسبة لألمانيا والتي أوقفت تصدير مبيعات الطائفون للمملكة العربية السعودية في عز الحرب في اليمن. وبذكرنا لقضية الطائفون، شركة وهج السعودية أسعدتنا في الحقيقة بخبر أكثر من رائع، وأعلنت أنها تقوم حاليا في المملكة العربية السعودية بصناعة أكثر من 100 مكون من مكونات الطائفون. نعم، أكثر من 100 مكون من مكونات الطائفون كما تسمع بالضبط عزيزي المشاهد، أي بين قوسين المملكة العربية السعودية وكأنها تحلق خارج السرب العربي بالتأكيد. المملكة العربية السعودية فيما يخص هذه المكونات 100 تركز على 3 أقسام رئيسية. القسم الأول هو قسم مكونات تركيب الصواريخ. القسم الثاني
هو قسم الأجنحة، أما القسم الثالث فهو قسم الرادار. شركة واش تقول على تويتر أنها تفخر أن طموحها وصل عنان السماء، وبالفعل هو فخر مستحق وله ألف 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 تقدير، حيث أن بالفعل ليس من السهولة بمكان الوصول إلى ما وصلت إليه هذه الشركة. هنا في هذه الصور تلاحظون الأجزاء التي يتم تصنيعها داخل المملكة العربية السعودية، تجهيزات محاذاة معدات الهبوط، قسم الأجنحة، قسم الذفة، جزء نقل الجناح، وأيضا جسم الطائرة.